طبعا اليوم ناخذ لقاء مع ابو وولده، وبنسال ولده سؤال: لو انقلبت الدنيا وصار ابوك ولدك وش بتسوي؟ وش ذا السؤال خطير. ان شاء الله انا اقول ابوي ما اشوفني، بس والله انا بربيه صح، انا بخليه ما هو طالع من البيت. ما شاء الله. السلام عليكم، كيف حالكم؟ عساكم طيبين. معكم عز الخد، واليوم رجعنا لكم مقطع جديد وسؤال جديد. طبعا موضوع مقطع اليوم كان مرة غريب، وسؤالنا كان: لو ابوك صار ولدك او ابنك وش راح تسوي؟ طبعا ردات فعل الناس على السؤال كانت مرة حلوة، وفي ناس جابوا العيد شوي. ما ودي احرق عليكم المقطع، بس اذا انت ما انت مشترك في القناة اشترك وفعل زر التنبيهات، وحاول توصل هالمقطع 100,000 لايك. ويلا خليكم مع المقابلات. لو انقلبت الدنيا وصار ابوك ولدك وش بتسوي فيه؟ بدلعه، بشتري له بالونه، أيوه. حلاوه مصاص. ما شاء الله. عادي عادي زي هو ما دلعني، بس ما بعزمه في العرس. ليش؟ ما عزمني في عرسه. ايوه ليش ما عزمني؟ عالتالي ما بعزمه، خلاص يعني انتهت الدنيا. اخوي بسألك سؤال بسيط: لو انقلبت الدنيا وصار ابوك ولدك وش بتسوي فيه؟ حبه. تحبه؟ ايه، وخليه يطلع مع عيال كل يوم، يطلع استراحات. ايوه. خليه في الامه يا شيخ. لو انقلبت الدنيا وصار ابوك ولدك وش بتسوي فيه؟ يا بربيه انا. تربيه؟ والله اي بربيه. استغفر الله. ترجع تربيه من جديد؟ لا ما بربيه، لان انا بش اسمه يا اخوي. والله يا سؤالك سؤالي صح. تبي قصيده؟ بس قل قصيده خلاص. قصيده، حتى قصيده نسيتها من سؤالك. لو ابوك صار ولدك وش بتسوي فيه؟ زبن البوك عنه. توزي البوك؟ ايه. ليش؟ ايه مثل ما انا اسرق منه الحين، هو صار ولدي بيسرق. لا واثقه من نفسها، مش واخد بالك. لو انقلبت الدنيا وصار ابوك ولدك وش بتسوي فيه؟ ابوي ولدي ايه. بطق طق. ليش؟ اطلع الماضي، فهمت؟ لا وش سوى فيك هو الماضي؟ والله كان يجلدني جلد. يا ويلك من الجلد اللي كان يجلد. لو انقلبت الدنيا وصار ابوك ولدك ايش حتسوي فيه؟ اول شيء ايوه. بعد الساعه 12 ما في طلع من البيت. ايوه. ثاني شيء بعد الساعه 8 اسحب من الجوال. ما شاء الله. يلا نام. قوانين. اوف ما في نظام حبيبي. هذا عشان مصلحته اكيد. اي عشان مصلحه، انا خاف عليه صراحه. ايوه. وش بعد؟ وابعد عن رفقاء السوء. قلبك عامر بالإيمان. لو انقلبت الدنيا وصار ابوك ولدك وش بتسوي فيه؟ والله بحرمه من الاكل مثل ما يحرمني، والله ما يعطيني فلوس ويضربني يقول لي لا تاكل كثير وكذا. اي والله ايش فيك؟ لا يغرك الديد والكرش، بس والله حارمني والله. اي والله صدق. والله صدق حارمني والله. والله وصل له رساله يا ابوي والله. حرام عليك عذبتني. لو انقلبت الدنيا وصار ابوك ولدك إيه؟ وش بتسوي فيه؟ اخليه اكبر زاحف. تخليه اكبر زاحف. ايوه امسكه. ايوه. لا تنكبي تكفى معي. ما راح انكبك مع ابوك. اطلع برا يدوس انجليزي. ما شاء الله. هو تبي يطلعك؟ صح؟ طلعي لوس انجلوس. انت سمعتها ليه منصور؟ طلعي لوس انجلوس. لوس أنجلوس. اخوي لو انقلبت الدنيا وصار ابوك ولدك وش بتسوي فيه؟ كامل معاه. ما راح اعطيه فلوس، ما راح اعطيه سياره، ما راح تعطيه شيء. انا ممكن يعرض يشوف البث او يمكن يشوفه. إيه؟ لا بالعكس، راح يعيش في عز وابد، اللي يبيه راح يوصل. ودي اصدقك بس قويه. لو انقلبت الدنيا وصار ابوك ولدك وش بتسوي فيه؟ والله طلع ما احبس، ما اخليه يشوف المشاكل اللي بالدنيا. تحبسه؟ ايش اسوي؟ ليش؟ مشاكل تفحيط. إيه. انت دخلت في تفحيط؟ انا؟ اي والله لا سفيه. يا حول الله. بتحبس افضل؟ ها؟ والله هذا اللي يشوفه افضل. لو انقلبت الدنيا وصار ابوك ولدك وش بتسوي؟ بشتري كل شيء ابغاه عشان اذا انقلبت الدنيا مره ثانيه يكون كل شيء عندي. ما شاء الله. لو انقلبت الدنيا وصار ابوك ولدك وش بتسوي فيه؟ خليه يتزوج. تخليه يتزوج؟ إيه؟ اذا هو ولدك بتخليه يتزوج؟ اي خليه فيلا يا رجال. بتحضر عرسه بعد؟ ايه ها؟ بتكفل بنا. ما شاء الله. تبارك الله.
لو انقلبت الدنيا وصار ابوك ولدك وش بتسوي فيه؟ يعني الحين ابوي يخاف مني ما ادري شلون والله ما ما شاء ادري شلون الله. اتعامل معه اصلا. والله صراحه على هذا ما نومه. لو ابوي صار ولد بمردغه. بتمردغه؟ اي والله بمردغه، ما انا معطيه مصروف بعد. انت شكلك تمردغ وهو ابوك. في كل الحالات متمردغ. يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا ساتر. طبعا اليوم ناخذ لقاء مع ابو وولده وبنسال ولده سؤال: لو انقلبت الدنيا وصار ابوك ولدك وش بتسوي؟ اخذ محرمه من الجوال السوني تحرم من الجوال السوني. ويحرمني منها. قد حرمت منها؟ اكيد. وش الاسباب؟ احنا بلشنا ابنها 24 ساعه مو بزين دائما اقول مو بزين 24 ساعه انها على الالكترونيات وكذا، فعلى اساس كذا والله اوقات امنعه يعني من السوني لا انا ما العب كثير. ما تلعب؟ ساعتين ساعه ونص. طيب الله يعطيك العافيه. اخوي لو انقلبت الدنيا وصار ابوك ولدك وش بتسوي فيه؟ على طول بقروش على الشعر، بقول له شيل على طول. بنشاب له دائما على الموضوع هذا. هو مقروشك على شعرك؟ استهبل، بشيله بحلاوه. اي شعر على طول، انت في امه. اي مكان بعد. بكره تندم يا جميل. لو انقلبت الدنيا وصار ابوك ولدك وش بتسوي فيه؟ والله بخليه يصب قهوه صراحه والله، خلينا نصب قهوه لين نوقف من الصباح للظهر، فانا بعطيني نفس الحق. بس خليه يصب قهوه. بنعمل السياره، اسحب منه المفتاح. ما شاء الله تبارك الله. وش بعد؟ واذا سرق مفتاح السياره اي بأطرد من البيت. انت بتقلب كل شيء صار لك. كل شيء. لو انقلبت الدنيا وصار ابوك ولدك ايش حتسوي فيه؟ بقول له روح ادرس. روح ادرس على طول. ضل عليه مراقب 24 ساعه. ما شاء الله تبارك الله. خلص ما خلص بقول له ادرس. ما شاء الله يدرس حتى لو حافظ الكتاب. حتى لو حافظ الكتاب. لا حول ولا قوة إلا بالله. لو انقلبت الدنيا وصار ابوك ولدك وش بتسوي فيه؟ اول شيء لما يتعدى عمره 18 بعطيه كوريلا 2005. ما شاء الله. ايوه. شكل دي سيارتك صح؟ سيارتي، ويعيش زي ما انا اعيش وبعدها خلاص ان شاء الله تتيسر الامور. لو ابوك صار ولدك وش بتسوي فيه؟ خليه ينبسط يسوي اي شيء يبيه. مثل؟ زوجه. ما شاء الله تبارك الله. غير الزواج؟ ما ادري، ما في الا الزواج. انا خابر ابوي ما يحب الا الزواج. وش بعد؟ هو الحين متزوج ثانيه وثالثه؟ متزوج رابعه. لو انقلبت الدنيا وصار ابوك ولدك وش بتسوي فيه؟ الصدق يعني؟ ايه بس والله بسفره وبضربه وبجلده بس. بتسافر وتضربه وتجلده بس. راجع نفسك ايها الاخ الحبيب. لو انقلبت الدنيا وصار ابوك ولدك وش بتسوي؟ اول شيء دوام المدرسه هذا طبيعي ما فيه. غياب ما فيه غياب، خميس الجمعه مدرس خصوصي الصبح. ساتر اليوم مدرس خصوصي. مدرس خصوصي وراقب عليه بعد انا. واضح انه كان معذبك. ايه وبوديه النادي العصر بمرنه وما يعرف يتمرن بس خليه يتمرن غصب. ما شاء الله تبارك. ما فيه. ثاني شيء المغرب تحفيظ قرآن. المغرب تحفيظ قرآن. حلقة شوف له حلقة شيء كذا. نعمة تربية والله. زين كذا. بعد العشاء زين براجع له، لو مو بحافظ تفاهم ثاني بيصير. يا ساتر. بعد ما رجع له مو بحافظ بوقف على رجل واحدة لين ينام على رجله بعد. الله لا يجعلني ولدك يا رب. الله لا يجعلني ولدك. ربنا هيقلبنا قرود بسببك. لو انقلبت الدنيا وصار ابوك ولدك ايش راح تسوي فيه؟ ايش ذا السؤال الخطير؟ ان شاء الله انا اقول ابوي ما يشوفني، بس والله انا بربيه صح. بيت تقعد ما تطلع من البيت ابدا. ما شاء الله. وليش ما تصير زي فلان وعلان؟ ايه هذه لازم، هاي حط تحتها خطين. اخوي لو انقلبت الدنيا وصار ابوك ولدك وش بتسوي فيه؟ خليه يصيع مثلي. بتخليه صايع؟ استغفر الله العظيم. لو انقلبت الدنيا وصار ابوك ولدك وش بتسوي فيه؟ عادي بخليه وضعية الخوي، نطلع نقعد استراحة تكي دايم، بخليه يزحف. خليه يستانس. بخليه مرة يفل أمه. إذا صار معي ويدشر معي عادي. اسيب القناة واقوم امشي يا جدعان. اخوي لو انقلبت الدنيا وصار ابوك ولدك وش بتسوي فيه؟ والله حتى لو انا ابوه استسلم الهيبه يا اخي. استسلم والله استسلم. لو انقلبت الدنيا وصار ابوك ولدك وش بتسوي فيه؟ اهم شيء موضوع العصبيه بشيله منه. بغيت اقول ربيه. لا هو رباني زين فربيه زين فهمت؟ ايه بتحكم فيه مثل ما عذبني في بعض الامور. السياره وانا بطلع السياره في الجامعه. ايوه شو بعد؟ وفلوس ما في اقهره شوي يعني دمع عينه بنا اعطيه. وش بعد؟ بس هذه الثنتين. في شيء زاد؟ والله ودي اخاف ربي يسخط علي وبس. خاف ربك.
بمحطه بلعب فيه لعب. ليش؟ حطني 24 ساعه. يا ساتر، ليش طيب يمحطك؟ يمكن كنت غلطان. انا مشاكلي واجد صح. طيب يمكن هو مشاغله واجد. لا هو قاهرني شوي. شايف كيف؟ يعني بترد الدين. اي هذه اللعبه كذا اني ارد الدين. انا اوريك فيه، خلي يجيب لي بس. طبعا الحين معانا اب وولده وبنسالكم سؤال. انا بسال اول شيء ولدك سؤال حلو. لو صار ابوك ولدك في يوم من الايام وش بتسوي فيه؟ والله استفسر منها الحين، وش تبين اسوي لك يبغى؟ ان شاء الله انك بار عندي. ان شاء الله. وقالك ابربه ان شاء الله. طبعا بكذا وصلنا لنهايه المقابله. زي ما قلت لكم في ناس جابوا العيد شوي وناس اجوبتهم كانت حلوه، والحين جاء دوركم انتم تجاوبون على سؤال حلقه اليوم اللي هو لو ابوك صار ابنك او ولدك وش راح تسوي؟ وبرضه هذا هو حساب الشخص اللي كتب سؤال الحلقه هذه. اذا عندك فكره او سؤال حاب ترسله لنا اكتبوا لنا تحت في الكومنتات او ارسله لنا هنا، وان شاء الله بنحط حساباتكم في الحلقات الجايه. طبعا هذا كان اللي عندي، كان معكم عز الخد. يلا في امان الله.